بدي أشرح للناس اللي عايشة بالكهرباء وأنا من دون كهرباء، يعني كأني عايشة بالعصر القديم، قديم جداً. لازم إننا نخلص دراسي بالنهار، فترة النهار، بالليل رح نقضيها كلياتنا عاديين، لأنه ما كان عندنا أضوية تكفي. يعني تعب بغسيل الملابس، بالطلعة، من غير ثلاجة، يعني تعب، يعني كأنك عايشة عن جد. أنا ما تصورت غير أنا بالعصر القديم يعني. Azraq camp in Jordan is home to 54,000 Syrian refugees. The temperature in the summer can reach 40 degrees centigrade in the shade and drop below freezing in the winter. For 2.5 years, the people in Azraq lived without electricity, using solar-powered lanterns as their sole source of light. كمية الأضوية اللي بالبيت محدودة، فهني ما كانوا دائما يفضلوا إنهم يجوا. يعني حياة صعبة جدا جدا صعبة. بالضبط واحد هاي بدنا نفتحها. Through the Brighter Lives for Refugees campaign, the IKEA Foundation gave UNHCR a grant to build a solar farm in Azraq camp to provide a sustainable source of power. Families here are now plugging in and rediscovering their own powers. عدنا جبت رائد خالد، الوضع كان غير، نور، يعني كهرباء. يعني لما جيت خرجت من المشفى وجيت لهون، وانه يعني نور وتلفزيون. ايمت ما بدي اقوم اعمل حليب، برضع، بغير، بعطي دواء، يعني حياة ثانية. النور اللي برا كان، يعني النور، الشارع تعبى ضوء. يعني قبل ما بنحسن نطلع، يعني بناتي او انا اذا ما فيقوني بدنا نروح على الحمام او على السوق، تروحي بامان يعني من غير اي خوف يعني. كشغلنا كان كلياته بالمخيم بالنهار، كان أمن مي للبيت أو هيك أشياء. بالليل نحن أوقاتنا محدودة، وبهيك صرت أتوسع أكتر بدراستي. نحن بنكون قادرين ندرس، رح نقعد ندرس. يعني صارت تدرس أكتر، يعني صار عندها طموح أكبر إنه تتابع دراسة حتى بأي وقت، يعني ما كان أي وقت يعطلها. بوجود الكهرباء تطور هذا الشيء، بوجود الغسالة أو البراد بخف شوي يعني التعب البيت عليه. هلا لا بعملها عن يومين، بحطها بالبراد، خلاص بعرف إن الطبخة بدها تتاكل تاني نوم. حتى يعني الأدوات الكهربائية مثل البراد بتقدر تحطي مي باردة، بتشربي مي باردة، كنا ما نشوف المي الباردة. صارت بالنسبة لهم بأنهم هني رح يقدروا كبقية الأطفال بأنهم يتفرجوا على التلفزيون، يعني صارت كمان لنا وسيلة تعليمية، يعني عرفون على العالم اللي حواليهم ونوروا عليهم، يعني بشكرهم شكر كبير. أنا معلم لغة عربية جامعي، خريج لغة عربية. مهنتي بعيدة عن الكهرباء، تعلمت أشياء جديدة يعني أنا، لكن يعني عمل لي شيء كبير، يعني قدرت يعني أحقق أشياء، أشتري أشياء لأطفالي، يعني كثير ساعدني كثير، وبنفس الوقت أنا مبسوط أني أنجزت شيء كبير، يعني خدم الناس يعني ماديا ومعنويا واجتماعيا وكل شيء، يعني خدمنا بشكل عام الحمد لله. Since electricity came, families living in Azraq camp have a new sense of community, energy, and a hope for a brighter future. ممكن نرجع على بلدنا، بس طبعا نحن رح نرجع على بلدنا، رح نرجع على بلدنا، بس رح نكون عنا مخزون الطاقات الكبير والأشياء اللي ممكن إننا نساعد بتعمير بلدنا من أول وجديد. رح نكون دارسين كويس لحتى نقدر نعلم